الجري نص الجدعنه، لكن انا مش بعرف اجري لان وزني تقيل، وعندي اللي اقوله خلاف الغنوه والمواويل، وعارفه ان نشر المبادئ محتاج لنفس الطويل، وعارفه ان اسمع شتيمه تكفي جيل بالقليل. ويمكن يقولوا الغازيه، ولا يشتموا بامي، ولا يهدروا دمي، ولا يقولوا باجنده ومندسه ومن الاجانب دي لها تمويل. طب ما احنا شلنا النظام، هكتب بقى ايه النظام؟ هتمنعونا نهاجمكم يعني تبقوا نظام؟ لا يبقى كده تمثيل، وانا مش همثل ولا اكتب كلام مدغدغ مكركب واصغر لكم وقال يعني الكلام له مغزى. لا مش انا لا مؤاخذه، اللي لما هنقودكم بكلام من عينه العلبه دي فيها ايه؟ العلبه دي فيها فيل. بعد كده القصيده اللي هي صاحبه التقديمه. ما زلت بكرر، مش لكل الطوائف اللي بتكلم عنها، للسيء منهم، للي تاجر بالدين. وليه بتكلم عن ده بالذات؟ لاني بعتز بديني جدا وارفض ان حد يشوهه. سيبك من الفاهمين لكن ساكتين، لان دول مواكيس، الحق والباطل في نفس الكيس. سيبك من الفاهمين لكن ساكتين، لان دول مواكيس، الحق والباطل في نفس الكيس. وانا كلامي مش عن عموم اخواني، انا كلامي عن اللي شغله رخيص. اخواني بالاسم، لكن هم دول اخوان وسلفي وصوفي واصولي، ومنهم اللي قالوا لي اسمع كلامنا بعون الله تبقى كسبان. عايزيني اعمى وجاهل اردد القران؟ خدوا رايي من غير ما نفهم هو ليه وعلى ايه. طب لو هم اخواني بجد، بالذمه في الدنيا حد يسيب اخوه متغمي ويسحبه من ايديه؟ عارفه لا كلكم خير ولا برضه كلكم شر، وفي كل شيء فيه وفيه. هو الاساس كان سليم واسسه البنا، وطوبه ورا طوبه لما حولوه لجدار، والسلطه سفله تخلي الطيبين اشرار. هو الاساس كان سليم واسسه البنا، وطوبه ورا طوبه لما حولوه لجدار، والسلطه سفله تخلي الطيبين اشرار. نيجي لتقسيمه تانية يا جماعه، اولاد حلال شطار، وللنهار من القناه دي للقناه دي فتاوي واكلينها ولعا نار. قالوا خلاصه الحكايه انت يا تبقى معايا يا تبقى من الكفار. بالذمه يا ناس يا فاهمه، ناس همهم فكر امه ومشغولين جدا بحرب العتمه. كانوا زمان بيحرموا التلفاز، ملعون ابوه ده الجهاز، اقتنعوا بيه واشتغلوا فيه تحليل على تحريم. يحللوا المايونيز ويحرموا لنا الكريم، ويدعوا للي عايز عريس، ومن شده التركيز في همنا اللي يغيظ تلقى اخونا العزيز مش عنده وقت ولكنه عنده 4 من الحريم. متصوفين واصوليين وسلفيين، مين اللي مدي الحق تقسمه في الدين؟ طب هو ده دين مين؟ مش هو ربنا واحد ورسوله سيدنا النبي وكتابه قرآن كريم؟ في الفرقه دي ايه المفيد؟ هتقدموا لنا شيء جديد؟ في الفرقه دي ايه المفيد؟ هتقدموا لنا شيء جديد؟ اوعاك تقول انك بتخدمني وانت بتستخدمني وعند ناس نافعينك، انت بتخدمني. طب ده انت ناقص تقول لي اشرب كلور وانت جاي لي لاجل النافوخ يبيض، واخدك على القمه وانا في الحقيقه لو دماغك فاهمه بس حيلك على الارض. عاوزيني الغي دماغي واتبعكم بجهل؟ لا تقولوا لي اخواني ولا تقولوا لي اهل. المصلحه ما يكون غطاها الدين يبقى الحوار مش سهل. ما الغيش دماغي واسلم وانا اللي ربي معفيني من العته والجنون. ما اقفلش عقلي وبلم وانتم تسوقونا العدد في الليمون. ما الغيش دماغي وانا اللي كتابي قران قايل لي ورا كل حكمه في ايه يا اولي الالباب افلا تتدبرون افلا تعقلون. سيبوني اشغل دماغي واحب ربي بجد واعز ديني بجد. سيبوني اني الاوان، مش لما افكر تقفلوا في وشي البيبان. لما انتوا طب حمله رايات الحق وشغلانتكم تقولوا على المعاصي لا، ما شفتكوش ليه في الميدان؟ والله هنطلع بفتوى تقول الفساد، السكوت على الفساد ده من سمات الايمان. وشكرا.